اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله روتين جديد النهارده يا بنات في المطبخ، وهنحضر الغدا مع بعض. يعني روتين تشجيع كده، لو كنتي كسلانه هتقومي تخلصي كل اللي وراكي. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو كنتوا بتشوفوني اول مره يشرفني اشتراككم في القناه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى يومنا ونشوف ورانا ايه. في البدايه طبعا انا صاحيه الساعه 5 الفجر كالعاده. طبعا الناس اللي هي بتشوفني اول مره، انا بصحى ليه الساعه 5 الفجر لان عندي الميه ما بتجيش غير من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 7 الصبح. لو ما خلصتش الحاجات اللي ورايا في الساعتين دول مش هلحق اعمل اي حاجه. المهم صحيت الساعه 5 كده، اتوضيت وصليت الفجر. واحلى حاجه تعمليها ان انت تبتدي يومك بصلاه الفجر. بعد ما صليت الفجر خلصت اللي ورايا بقى، عبيت الميه بتاعت التلاجة، عبيت الازايز وعبيت الكولومون، وكنت حاطه غسيل طبعا ونشرته. خلصت الحاجات دي كلها كده، كانت الساعه 7:30. كانت كل حاجة، يعني آخر حاجة عملتها كان الغسيل نشرته الساعة 7:30. كانت الغسالة طبعا خلصت الغسيل من الساعة 7، المية راحت كده على 7:15. تمام، اديتنا ربع ساعة زيادة النهاردة. المهم بعد يا بنات ما خلصت كل اللي ورايا، الحاجات اللي انا خلصتها الصبح طبعا، جيت حوالي الساعة 8 مش قادرة اقف على رجلي، فصلت تماما. يعني كنت فاصلة بجد، لان قبلها ما كنتش اصلا نايمة غير الساعة تقريبا. المهم دخلت كده ريحت لي شوية، يعني ساعتين 3 كده، عشان اقدر اقاوم اكمل بقيه اليوم، اخلص بقى لو معايا حاجه واخلص الغدا. لان انا لو منمتش شويه مش هقدر اعمل اي حاجه. المهم نمت لي حبه كده، صحيت كده على 11 ونص. اول حاجه ابتديت ان انا اعملها ان انا لميت الغسيل وطبقته طبعا، وبعد كده كان الظهر اذن، اتوضيت وصليت الظهر ودخلت بقى على المطبخ عشان احضر الغدا. غدانا النهارده عملت كفته فراخ. طبعا هتلاقوني اليومين دول كده لا بعمل كفته فراخ، لا بعمل بانيه، لا بعمل مكرونه بشاميل، الحاجات السريعه. لان كمان الحاجات دي خفيفه، الجو حر والواحد مش بياكل اصلا. يعني الواحد بيحط الاكل ويحط الميه يقعد يشرب ميه اكتر ما بياكل. المهم انا عملت الكفته دي معاكم كتير قبل كده، وهقول لكم على طريقتها احنا شغالين في الفيديو. خلصت طبعا تصبيح الكفته بتاعتي، وابتديت ان انا اعمل الطبقه الخارجيه بتاعتها، طبعا دقيق وبيض وبقسماط. الكفته دي انا بعملها ازاي؟ نص كيلو بانيه، عليه بطاطسايه كبيره مسلوقه ومهروسه، وعليه بصلايه طبعا مفرومه ناعم، والتوابل، ومعلقتين بقسماط ومعلقتين زيت. وابتديت بعد كده اصبعها. التوابل يا بنات اللي انا بحطها على الكفته: ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبره ناشفه، ومكعب مرق. تقدري تستغني عنه تماما وتستبدليه بملح. تمام. البابريكا كمان لما تيجي تحطيها على الكفته حطي رشه بسيطه، لان مش عايزاها تاثر على لون الكفته. يعني انا عايزه الكفته تبقى بيضه، لو كترتي من البابريكا بتاثر على لون الكفته. ما علينا. خلصت كده الكفته وحطيتها في الفريزر تتشمع كده. قبل ما اقلي الكفته لازم احطها في الفريزر لمده ساعه على الاقل. تمام يا بنات. لميت بقى الحاجه بتاعت الفراخ كلها، انا مش عايزه بقى اي اثر للفراخ على الرخامه. طبعا احنا عارفين الفراخ لازم بعد ما تخلصي كده اي حاجه كنت بتستعمليها الفراخ لازم تتغسل كويس. فابتديت بقى انا الم كل حاجه كده، من دقيق بقسماط وعلى الرخامه، ابتديت المه الاول، وبعد كده جبت السلك طبعا، ودعكت الرخامه كويس لان دي مكان الفراخ، ونشفتها كويس كده. وبعد كده حطيت كل حاجه مكانها. طبعا يا بنات قبل ما ارجع كل حاجه مكانها ابتديت بقى امسحها مسحه كويسه، طبعا لان انا ممكن يكون حاجه انا وبعمل الفراخ جيت عليها. تمام. ابتديت بقى اجهز للغدا، عندي زيت بقى، وابتديت اقلي الكفته. اهم حاجه الكفته ما تنزلش في زيت سخن زياده عن اللزوم، لان انا مش عايزه البقسماط ياخد من بره لون والكفته تكون لسه من جوه ما استوتش. هي مش بتاخد وقت خالص، بس نخلي بالنا من النقطه دي. شايفين شكلها ازاي لما استوت؟ ما شاء الله. واللون بتاعها ابيض ازاي، لان احنا ما حطيناش اي حاجه تاثر على لون الكفته. كمان انا عملت جنبها مكرونه سباكيتي كده ومخلل، وكانت غدوه زي العسل وسريعه وما خدتش وقت خالص التحضير. اتغدينا يا بنات والحمد لله، ربنا يحفظ علينا نعمه. وابتديت بعد كده اغسل المواعين. طبعا دي مش المواعين كلها، دي بس الكوبايات. طبعا لما تكون في كوبايات وفي اطباق والحاجات انتي بتكوني عامله فيها طبعا صلصه وزيت والكلام ده، ما تحطهاش مع الكوبايات. يعني اغسلي الكوبايات الاول، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، تحطي بقيه المواعين في الحوض وتكملي. اغسلي الكوبايات الاول واشطفيها، وبعد كده ابتدي اغسلي بقيه المواعين. جو حر يا بنات قوي، الواحد واقف بالعافيه والله العظيم في المطبخ يعني. بس مهونه عليه طبعا الاستغفار والصلاه على الحبيب المصطفى والتسبيح كتير. الجو بجد صعب. يعني احنا عندنا هنا ما شاء الله في اسوان درجه الحراره عاليه قوي. درجه الحراره 47 في البيت، وبره 50. بجد تحت الشمس كده ممكن توصل ل50 واكتر. يعني احنا عندنا الجو ما شاء الله حر قوي. عارفين يا بنات انا في الحر مش بخرج كتير. بس بقى امبارح كل سنه وانتم طيبين، الدروس بدات، بنوتي بقى ابتدت دروس، فلازم بقى اروح اوديها واروح اجيبها. بنوتي صغيره طبعا في ثالثه ابتدائي، فانا لازم ان انا اروح اوديها واروح اجيبها.
رحت وجينا، يعني كانت الساعة 8 الدرس، الساعة 8 يعني مش هقولك مثلا الساعة 3 ولا الساعة 4، الساعة 8 بنيجي الساعة 9. مسافة ما رحنا أو جينا جيت مفرهدة بجد والله، الجو كان نار. ما علينا يا بنات، الحمد لله على كل حال، ايام ربنا كلها كويسه، سواء صيف سواء شتاء، كل حاجه او كل حاجه يجيبها ربنا لازم نشكره عليها، سواء صيف سواء شتاء، كل حاجه كده من عند ربنا نعمه وفضل. الحمد لله. طبعا والشتاء كده كده قرب، يعني انا بحب الشتاء اكتر طبعا من الصيف، طبعا الشتاء قمر، يعني الواحد بيتغطى طبعا بالبطانيت والحاف وكده وكوبايه الحاجه الدافيه وزي القمر. ايوه هو طبعا بيبقى متعب طبعا للاولاد في المدرسه، وصحيان بدري بيصعبوا عليا قوي، يعني تيجي الصحيان المدرسه صعبانه عليا قوي، الجو طبعا بيبقى تلج. فالحمد لله طبعا احنا ولا راضيين بصيف ولا راضيين بشتاء، يعني كل اللي يجيب ربنا، والحمد لله على كل حال. خلصت يا بنات غسيل المواعين، وبعد ما خلصت غسيل المواعين ما غسلتش الحوض، قلت اغسل البوتاجاز الاول، انا متعوده كده اغسل البوتاجاز الاول وبعد كده اغسل الحوض. طبعا البوتاجاز مكان الاكل طبعا وصلصه المكرونه ومكان ما حضرنا الغدا، لازم يتغسل غسله كويسه. طول ما انتي بتغسلي البوتاجاز بعد كل اكله هيفضل البوتاجاز معاكي زي الفل. تمام، شايفين الرغاوه؟ انا بحب بقى الرغاوه الكتير دي في البوتاجاز. بعد كده جبت فوطه وابتديت ان انا امسح البوتاجاز كويس، شايفين اللمعه ازاي؟ ما شاء الله تحفه. خلصت كده البوتاجاز ورحت بقى على اخر حاجه كان هي الحوض، طبعا غسلته غسله كويسه طبعا بعد ما خلصت كده. طبعا دي كان اخر الفيديو يا بنات، وده كان يوم النهارده. بتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى تنسوش اللايك والاشتراك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.